طب انا عايز اوضح ليكو موضوع واحد ان شاء الله. يعني في اصلا جات لي في الرسائل، يعني خاص اصلا جات لي طلبات كتيرة ان انا اترجم، ولا انا اتاكد من وجود اللغة الانجليزية في الرسالة وحاجات ديت يعني. باختصار شديد، لو انت طلبتني بثلاث حاجات: اولا انك تتأسف، تعتذر انك زعجتني، انك طلبت يعني، وبعدين تشكرني بعد ما ترجمت، وفي وسط الطلب ما ترنش عليه، يعني ما تستعجلش الموضوع. يعني هو اصلا انا هعمل ده مجانا، براحتي، يعني على مزاج. يعني لو انا شايف ان في امكانية في وقت انا اترجم، ممكن اشوف. وكمان عشان اصلا يعني حصلت لي كتير ناس عارف ان مش بشكل عام خلايجة، بس في ناس يعني طلبوا مني ترجمة بدون ما اتأسف ولا حاجة خالص. بعد ما ترجمت برضو ما شكرونيش يعني. وبرضو في أثناء الطلب بيرن، يعني كان ما يعتذرش، ما يتأسفش اصلا. يعني ما هو شايف ان ده شيء طبيعي، وانا كان انا عمال لديهم، انا ما اعرفش كده يعني. لو انت طلبتني بثلاث حاجات ديت، يعني باحترام في الاول، يعني انك تتأسف وتشكرني بعد ما ترجمت، وبعدين اثناء الطلب انك انك ما ترنش علي، ما تستعجلش عليا. فترجمة بس، ما هو اصلا الموضوع في الاخر ببلاش يعني. ما هو اصلا ترجمة ما فيهاش حاجة اسمها ببلاش يعني. لو انا ممكن اخد بفلوس يعني عشان الناس تحترم يعني. عشان أنا شايف في الاخر وانا هغير، ممكن اعمل دعم ده بفلوس يعني، عشان لو في قلة ادب منك انت في الاخر خدت حاجة منك، وما انا خدتش حاجة يعني. ما خدتش حاجة منك ولا فلوس، وفي الاخر ضيعت وقتي، وفي الاخر الاشخاص دول ما شكرونيش يعني ضيعت وقتي وجهدي خسرت وقتي الاخير، يعني خسرت وقتي وطاقتي، اصلا طاقتي الشخصية. ف اما حاجة من الاتنين، لو عايزني اترجمها لك يعني الحاجات دي، اعمل ثلاث حاجات ديت. ولو كان الموضوع بيتكرر في الاخر خلاص انا هعمل دعم الترجمة. ما فيش حاجة اسمها ببلاش في الاخر، ممكن ادفع يعني، ممكن لازم تدفع لي شوية فلوس، عشان في الاخر خدت منك حاجة بمقابل سوء التعامل منك يعني. كده والله يا ريت فيكم تشتغلوا بسرعة. فده شوية موضوع عن الترجمة. ما يعني يعملوا كده واحترموا الناس زي ما انتوا عايزين تحترموا يعني. فاحترم تحترم. ماشي، سلام عليكم.